السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايبه لكم اهم فيديو ممكن يعدي عليكم او ممكن تسمعوه في حياتكم. ليه؟ سؤال introduce yourself او عرف نفسك، السؤال ده بيتسأل في اي انترفيو بنسبة 100%. مفيش اي انترفيو هتدخله الا وهيسألك السؤال ده، علشان كده لازم نركز على السؤال ده ونهتم بيه كويس. السؤال ده مش عبارة عن بس ان انا اقول اسمي وسني وخلاص على كده شكرا. لا، السؤال ده فيه حاجات كتير مهمة انا لازم اقولها تبين للي بيعملني انترفيو قد ايه انا بروفيشنال وقد ايه انا عارف نفسي وعارف اتكلم عن نفسي كويس. عشان كده هنركز في الفيديو ده وهنقول كل الحاجات المهمة نقولها في الانترفيو خطوة بخطوة. اهم حاجة نجهز ورقة وقلم وتكتب ورايا اللي انا هقوله. اول حاجة، اول لما الانترفيور يقول لي introduce yourself او عرف نفسك، ببدأ باني بقول اسمي، وبعدين بقول سني، وبعد كده بقول الكلية بتاعتي، وبعد كده بقول المحافظة بتاعتي، بعدين بقى بقول الاكسبيرينس بتاعتي، او لو انا ما عنديش اكسبيرينس وانا لسه فريش وكنت واخد تدريبات قبل كده فبتكلم على التدريبات اللي انا خدتها. كده يعتبر احنا غطينا كل الجوانب المفروض نتكلم عليها الاساسيه. في حاجات هقولك عليها لو انت عايز تضيفها زياده على الكلام اللي انا هقوله ممكن تقوله، بس انا هقولك الحاجات الاساسيه اللي انت لازم تقولها. يلا بينا نبدا باول حاجه. اول حاجه ازاي تقول اسمك. اول حاجه هتقولها nice to meet you am وتقول اسمك. الطريقه التانية اللي ممكن تقدر تقول بيها hi my name is وتقول اسمك. كده عندنا طريقتين، والطريقه اللي هي الاولى تعتبر افضل عشان فيها في الاول متدخلش بقى تقول على طول my name is وتتكلم على طول، ده غلط. عشان اللي بيعملك انترفيو ما يحسش ان انت بتسمع، حاول تحط جمله في الاول تبقى لطيفه وفي نفس الوقت تحسس اللي بيعمل لك انترفيو ان انت مش متوتر او بتسمع. فانت هتقول nice to meet you am، تبدا تعرف نفسك مثلا am شيماء وهبدا اكمل. تمام. اما تقول له هاي my name is، تبدا برضو تكمل. 2، تكلم عن السن بتاعك او تقول سنك كام. تمام. هنقول I'm currently وتقول السن بتاعك، او ممكن تقول I'm 24 years old او I'm 23 years old وتكمل بقى السن بتاعك. يبقى كده عندنا طريقتين. اول طريقة تقول I'm currently وتقول سنك، او تقول am وتقول السن بتاعك مثلا I'm 23 years old او I'm currently 24 years old. تالت حاجة هنتكلم عن البلد اللي احنا موجودين فيها. هقول I'm originally from وتقول البلد اللي انت فيها، او هتقول I'm from وتقول البلد اللي انت ساكن فيها على طول. بعدين ببدأ اتكلم عن الكلية بتاعتي. بقول هتقول I'm graduate with degree بين قوسين كده your major التخصص بتاعك. بعدين هتكمل وتقول from اسم الجامعة بتاعتك in year وتقول السنة. هقولك مثال عليها. ممكن تقول اتخرجت من جامعة كايرو في 2022. هتقول I'm graduate from Cairo University 2024. وأول حاجة مننساش ان احنا هنقول I'm graduate with degree ويور major التخصص بتاعك اللي انت اتخرجت منه. او طريقة تانية هتقول I'm graduate from faculty of الكلية اللي انت اتخرجت منها. بعدين هتقول مثلا الديبارتمنت اللي انت اتخرجت منه. هقولك مثال عليها I'm graduate from faculty of commerce accounting department in 2022. فانت كده عندك طريقتين تتكلم بيهم عن الجامعة بتاعتك او انت اتخرجت منين. في الاكسبيرينس بقى ودي اهم حاجة، هتقول جزء الاكسبيرينس ده يعتبر اهم جزء، علشان كده جبت لك تمبلت فيه جاهزه. التمبلت دي بتسجيل صوتي بينطق فيها الحروف بطريقه فلوينت تخليك تشتغل عليها بطريقه عمليه وتبقى داخل حافظ او فاهم الحروف دي بتتنطق ازاي وطريقه النطق بتاعتها الصحيحه.
بالنسبة للناس اللي هي هتقدم على شركات انترناشونال بيهتموا جدا بالنطق، فنركز على التسجيل الصوتي، ونحاول نجيب ورقة وقلم ونكتب وراه كل حاجة وننطق وراه الحروف وطريقة النطق لكل كلمة. انا قسمت الجزء ده لاتنين، مقدمة واهم الانجازات، ده لوحده وده لوحده. لو انت حابب تقول مقدمة بس مفيش مشكلة، لو حابب يبقوا الاتنين مع بعض هيبقى كويس جدا. هسيبكم بقى مع التسجيل الصوتي، وحاولوا يركزوا في كل كلمة بيقولها. المقدمة. I have over X years of experience in your field. I started my career as a previous job title at previous company. مثال. I have over 5 years of experience in digital marketing. I started my career as a marketing assistant at ABC company. شغلك الحالي وأهم إنجاز. Currently, I work as a current company where I focus on current responsibility. One of my key achievements was specific achievement resulting in a specific result. مثال. Currently, I work as a sales manager at XYZ company where I focus on leading the sales team and developing client relationships. One of my key achievements was increasing quarterly sales by 30% through targeted marketing strategies.